اوردر النهارده اللهم بارك. خلاص كده خلصناه. 40 واحده ب100 جنيه. حلو قوي، ممكن تحطيه في الفريزر للمدارس لاطفالك، ما بيجرالوش اي حاجه. بتطلعيها قبليها بساعتين او 3، يعني الطبق زي ما هو كده مغلف بتحطيه في الفريزر، مش بيجراله اي حاجه، ممكن يقعد معاكي لشهر واكتر كمان، وبتطلعيه زي ما يكون لسه جايباه حالا. الف هنا وصحه لاصحاب الاوردر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. النهارده بقى ان شاء الله هنعمل الاوردرات كلها مع بعض. عندنا اوردر كبير للفينو واوردرات كب كيك بالشوكولاته وبالفانيليا، وهنشوف هنعمل ايه. تابعونا. لو اول مره تشوفوا القناه اشتركوا وفعلوا الجرس علشان يوصلك كل جديد. هنبدا في اوردرات الكب كيك بالشوكولاته والفانيليا. نبدا بقى نجهز الحاجه. جهزت الدقيق ونخلته وحضرت السكر، وانا بشتغل بالكيك شيف مش بشتغل بالبيكنج باودر. حضرت الفانيليا وجهزنا البيض والسكر. دايما لما نعمل كيكه نستعمل كوبايه واحده في كل المقادير، الزيت والسكر والدقيق. يعني انا كده هحط كوبايه في دقيق، هستعمل 3 كوبايات فقط. وهحط بقى ايه، هجيب نفس الكوبايه واشتغل بيها، احط بيها اللبن واحط بيها السكر والزيت وهنشوف مقدارنا. هنبدا بقى في المقدار. بسم الله. احط 3 كوبايات من الدقيق، احط كيس من الكيك شيف، رشه بسيطه من الملح. هقلب بقى كل المكونات دي على بعضها كده، اقلبها كويس واركنها على جنب. نجيب شفشق الخلاط، احط 3 من البيض. اول ما احط البيض احط عليه كيس من الفانيليا، او احط كوبايه ونص من السكر، نص كوبايه من الزيت، كوبايه من اللبن. بسم الله. هضرب بقى كل المكونات كويس في الخلاط. خلاص كده بسم الله بقى جاهز معايا. هقلب الخليط كده شويه بالمعلقه، وبعد كده ايه هشتغل بالمضرب اليدوي. بسم الله. جهزت ورق الكب كيك. بسم الله. هحط بقى في كل مقدار نصها بس. خلاص كده خلصت المقدار كله، وهدخله الفرن على درجه حراره 180. بتقعد 20 دقيقه بس في الفرن. انا ممكن كنت عملت المقدارين على بعض، بس للي حابب يعمل مقدار واحد. هنعمل المقدار اللي بالكاكاو، هي نفس المقادير اللي عملناها ونفس المقدار. بشيل ربع كوبايه من الدقيق وبحط بدلها ربع كوبايه كاكاو خام وبنخله كويس. بسم الله. بقلب المكونات كلها الجافه مع بعض، وبعد كده بضرب المكونات التانية في الخلاط، وكده المقادير بتاعتي تبقى مظبوطه. هو ده الفرق بين كيكه الفانيليا وكيكه الكاكاو. بشيل ربع كوبايه بحط بدلها ربع كوبايه من الكاكاو. خلاص كده خلصنا الكب كيك وغلفناه بالاسترتش، ولازم تسيبيه يبرد ساعتين على الاقل.